بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. نواصل اليوم رحلتنا في تفكيك ظاهرة العربيزي، ولكن النهاردة احنا هنتكلم من زاوية أعمق شوية ومختلفة علشان نفهم اللي بيدور في عقول الشباب والبنات لما بيفضلوا الحروف اللاتينية، الأرقام، على حروفهم الأصلية وحروف اللغة العربية. هل أصبح دلوقتي الانتماء اللغوي مرنا، أو نقدر نقول شبكي، بدل من الانتماء التقليدي والمعروف أصلا للغة العربية، لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة؟ وكيف تؤثر هذه الظاهرة على كفايتنا اللغوية وأمننا الثقافي؟ هنناقش كل ده بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتورة سامية إسماعيل سكيك، الخبيرة التربوية والمدير التنفيذي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين. نستكمل النهاردة ما بدأناه في الحلقة السابقة، وموضوعنا عن اللغة العربية وما أصبحت فيه الآن من تحول وتأثر العولمة عليها، واللغة الهجينة اللي احنا بقينا بنلاقي كتير من الشباب والبنات بيستخدموا الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية. نبدأ حلقتنا اليوم مع حضرتك، وحضرتك طرحتي في مقدمة بحثك فرضية إن الهوية اللغوية لم تعد ثابتة أو أحادية، بل أصبحت هوية متحولة. ده حضرتك قلتيه في مقدمة البحث. فده هل معناه تعني الرقمية إن مفهوم الانتماء القومي واللغوي التقليدي للأسف قد سقط أو استبدل بهوية شبكية مرنة؟ هو الحقيقة لم يسقط طبعا بعد التحية والسلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الله بحضرتك، يخليك يا رب. نورونا. الله يسلمك. طبعا لم تسقط إطلاقا، لم تسقط اللغة العربية إطلاقا على وجه التحديد، أؤكد على ذلك. ولكن هناك أنماط هجينة كما ذكرنا ظهرت بسبب تقدم في التكنولوجيا والتطور واستخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه، وبالتالي أصبح الشباب يستسهلون ذلك. أصبحت الأمور متعاونة بينهم في داخل المجموعات الرقمية الشخصية، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذه اللغة سقطت بسبب ضعف توظيف الشباب لها. ولا يعني أن الشباب إذا لم يتحدث اللغة العربية أو إذا تحدث العربيزي فيكون لديه ضعف لغوي، فقد يتحدث العربيزي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتحدث الإنجليزية في مجال البحث العلمي، ويتحدث العامية في المنزل، ولكن عند البحث العلمي فهو يستطيع أن يوظف اللغة بشكل سليم. السؤال هنا إذا لم يستطع أن يستخدم هذه اللغة العربية السليمة بكفاءة عالية داخل أسوار الجامعة، داخل في مكاتب العمل، في المحافل الرسمية، هنا يصبح هناك خطر، ويجب أن نتدخل تربويا. وكما ذكرت لحضرتك، المسؤول من البدايات على هؤلاء الشباب من البداية منذ الصغر. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، يعني علمونا هذا الكلام منذ زمن بعيد. فإذا أنا أثبت أنني أستطيع أن أوظف اللغة بشكل سليم فلدي كفاءة لغوية، ولا يعني أنني أتحدث العربيزي فأنا وهو نمط هجين لا نستطيع أن نلغيه تماما ولا نستطيع أن نسقطه تماما بسبب التعدد والتحول في ظهور أنماط ثقافية لغة. حتى بتعرفي في اللغة الإنجليزية يعني كثير من المفردات التي اندثرت أو انمحت أو لم تعد تستخدم في أشعارهم القديمة. لا تجدين يعني أحيانا تقرأين القصيدة لا تفهمين منها إلا بعض الكلمات القليلة لأنها اندثرت أو تحولت أو تطور استخدام أو توظيف هذه اللغة بسبب طبعا التطور الحاصل في العالم. ممتاز جدا. طيب، يشاع الآن يا دكتورة إن أصبح الشباب والفتيات عندهم يعني أو بيعانوا مما يسمى بالاغتراب اللغوي. من واقع بحث حضرتك، هل استخدام العربيزي فعلا بيضعف الكفاية اللغوية؟ وهل بيمنع الشباب ان هم يستخدموا اللغة العربية الفصحى حتى لو هم عايزين يستخدموها لكن هم مش عارفين اصلا يستخدموها؟ لا، هو لا يضعف كما ذكرت لك في السؤال السابق. هو لا يضعف، يعني توظيف الشباب للعربيزي لا يعني أن هناك أو لديهم ضعف في اللغة العربية،
وإنما قد يكون فعلا متمكن تماما من اللغة العربية، ولكن هو يجاري التطورات الحديثة، السرعة في الحديث، يجاري التطور التكنولوجي بين مجموعة من الأصدقاء متفاهم أو متعارف عليهم هذه النماذج أو الحروف التي يستخدمونها، لما يستخدمونها، فهو هنا متمكن. ولكن إن لم يستطع أن يوظف هذه، يعني المهارة اللغوية مثل الرياضة تحتاج إلى توظيف، فإن تركها تماما واعتمد على الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات بشكل سريع جدا، ويعني تناسى تماما أنه يستطيع أن يخلق مفردات أو يوظف أو يبدع، فهنا بالتالي هناك خطر وينبغي أن نتدخل تربويا. لكن إذا استطاع أن يوظف هذه العربيزي في محادثاته اليومية، لكن يستطيع أن يوظف بكفاءة في المحافل الرسمية، في البحث العلمي، في المدارس، في الجامعات، في الأماكن التي يجب أن يوظف فيها اللغة العربية، إذا استطاع أن يفعل ذلك فنحن بخير، وإن لم يستطع فهناك خطر ويجب أن نتدخل تربويا. وأؤكد على ذلك صراحة المدرسة مسؤولة مسؤولية تامة عن هذا الموضوع بصراحة. يعني بالتأكيد يا دكتورة. في البيت أو المنزل ينبغي أن يعني يتابعوا ذلك. هم يكونوا عامل مساعد للمدرسة، لكن المدرسة نعم. عليها العامل الأكبر. نعم لك يعني لا أخفي عليك، يعني أنا نشأت في بيت من فضل الله، يعني مسلم متدين محافظ. والدي رحمة الله عليه يعني لم يكن قد تلقى علمه إلا في الصف الثاني الابتدائي، وكان يجيد القراءة في المصحف، وكان يجلسني بجانبه. يعني أفتكر أو يعني وردت كلمة فبهت الذي كفر، فهو لم يستطع أن يقرأها وكان يجلسني بجانبي حتى أصحح له، وكنت صغيرة جدا يعني. فكنت أضحك فيقول لا تضحكين علي، يعني سبحان الله العظيم، هو كان يعني لا يستطيع أن يقرأ في أي كتاب آخر سوى القرآن، المصحف فقط، وكثير منه لحتى الآن موجود، من هذه النماذج موجودة لحتى الآن. يعني شأن في بيت حتى أمي رحمة الله عليها لم تكن هي ابنة شيخ عالم كانت، ولكنها لم تستطع أن تقرأ، لأنهم كانوا في زمان الأول يزوجون أبنائهم مبكرا بناتهم، فهي تزوجت في سن 14 عاما يعني. لم تستطع أن تذهب إلى المدرسة، كان ممنوع لأنه والدها شيخ وعالم جليل، ولكن كان لديها القدرة على تربيتنا بشكل سليم، على توجيهنا توجيه صحيح. بالضبط، ما شاء الله، يعني طلعت دكاترة زي حضرتك ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. الحمد لله رب العالمين. فكانوا يستطيعون يعني أن يربونا تربية يعني سليمة من فضل الله، وبالفطرة السليمة نشأنا كذلك. لكن نحن اليوم في جيل اليوم في عصر التكنولوجيا، يعني يصعب علينا أن نفعل ما فعله الآباء. نستطيع أن نواجههم دينيا بشكل سليم، نستطيع أن نربي تربية سليمة، نستطيع أن نحثهم على توظيف اللغة العربية. وأنا ذكرت في المؤتمر أن حتى الأفلام الكرتون التي يشاهدها الأطفال تساعدهم على توظيف اللغة العربية بشكل سليم. يعني أنا لو قلت لك أن معنى كلمة حازوقة عرفتها من حفيدتي. حازوقة، ماذا تعني حازوقة؟ ألا تعرفين يا تاتا معنى حازوقة؟ تخيلي حفيدتي اليوم تقول لي هذا ليس عدلا وهي ابنة 3 أعوام. هذا ليس، وتوظفها في مكانها السليم، في مكانها الصحيح. يعني هذا شيء رائع بصراحة، ينبغي أن نتابع ذلك مع أبنائنا. الأسرة مسؤولة والمدرسة تكمل هذا الدور يعني. بالتأكيد. نعم. طيب دكتور، احنا محتاجين نعرف السؤال المهم جدا جدا، ما هي الأسباب والدوافع النفسية أو الاجتماعية اللي بتجعل الشباب والبنات يلجأوا للتحدث أو للكتابة باللغة العربيزي ووضع الأرقام 7 و5 و3 في وسط الكلام؟ ليه؟ هل هو مثلا استسهال، عايزين يتكلموا بطريقة أسرع، ولا هي مواكبة العصر دلوقتي إن كل الشباب بقى اللي هو يعني الشباب بقى بيقول المتحضر أيا كان بيطلقوا عليه إيه يعني، فهو كل الشباب بيتكلموا بالطريقة دي، ولا لأ هو عايزين يحسوا بشعور المعاصرة، احنا معاصرين كل حاجة جديدة بتحصل؟ هو بالتأكيد كما ذكرت يعني لحضرتك أن الجو العام أو الواقع الذي فرضته التكنولوجيا والتسارع في والتغيرات الثقافية والأنماط اللغوية الحديثة التي يعني ظهرت واستتبناها الشباب واستخدموها فعلا في حياتهم اليومية مع الأصدقاء، وحتى في داخل المنزل، وحتى أحيانا في يعني أماكن العمل الرسمية يستخدمونها. وكما ذكرت أيضا أن هذه الأنماط ذكرنا أنها أنماط يعني
أدت إلى تعدد ثقافي. فالشاب يستطيع أن يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، بينما عند اللغة العربية لا يستطيع ذلك. هذا مظهر عام ظهر لدينا من تفجر أو التسارع المعرفي الذي حصل في العالم. يريد أن يبرز، أحيانا يريد أن يقلد، أحيانا يريد أن يبرز مواهبه على أصدقائه، أحيانا يريد أن يواكب التطور بشكل سريع، يراها لغة سريعة وسريعة الفهم، بدل أن يجد يعني مفردة لغوية صعبة أن يكتبها، فهو يعني يراه أمرا سهلا أن يوظف الحروف اللاتينية لأنها أسرع في الكتابة. فهو نموذج أصبح متعارف عليه بين أصدقائه، وأؤكد على أنه إذا استطاع أن يوظف ذلك في الأمور الغير رسمية، ولكن في الأمور الرسمية هو يستطيع أن يوظفها بكفاءة، فنحن بخير. وإلا يجب علينا أيضا أن نتدخل تربويا لمعالجة ذلك، ولا يتم التغيير على فكرة يعني بشكل سريع، ولكن يتم عندما أقول تربويا يعني منذ النشأة، منذ الصغر، منذ دخول الحضانة وحتى تخرجه من الجامعة. الوزارة مسؤولة عن كل المحددات التي تحيط بهذا الشاب من البداية، من بداية نشأته وحتى يعني وصوله لأعلى المراتب. فهو لن يصل بلغته العامية ولغته الهجينة التي يستخدمها، لن يصل إلى مركز مرموق محترم. المراكز المرموقة المحترمة تحتاج متحدث فصيح، تحتاج متحدث يستطيع يجيد استخدام اللغة، يجيد توظيفها. إذا أدرك الشباب أن هذه الأمور مطلوبة، يعني سيسارع إلى الانتباه إلى اللغة العربية الفصحى، وهي والله لغة جميلة، لغة جميلة جدا لمن أراد أن يستوعبها. والله أستغرب تماما، أجد كثيرا من الكوريين واليابانيين يعني دول بعيدة والصينيين، يعني ناس تتحدث اللغة العربية الفصحى حينما تشرح مفرداتها. فما بالنا نحن العرب ونحن نهمل هذه اللغة الجميلة، لغتنا التي يحرص الغرب ودول الشرق آسيا وجنوب آسيا وكل الدول تحرص على أن تقرأها وتفهمها وتستوعبها. بس يا دكتورة دلوقتي بعض الشباب ممكن يردوا علينا خلال حلقتنا ويقولوا احنا لما نيجي نقدم على اي شغل في اي مكان اي شركة، معاك لغة في السي في بتاعي، لو انا مش كاتب ان انا معايا بدل اللغة 1 و2 مش بيقدموني، مش بيقبلوني. ولو انا امكانياتي ممتازة ولكن معايا حد مقدم امكانياته اقل مني ولكن لغته الانجليزية اقوى مني، بياخدوا اللي معاه لغة افضل مني بيقبلوه. فبالتالي خلى الشباب يبصوا على اللغة الانجليزية او اي لغة اخرى، هي الانجليزية طبعا في المقدمة، ان لا انا لازم اهتم بيها الاهتمام الاكبر حتى لو هتيجي على حساب اللغة العربية، لان انا طبعا مصائرنا كلها بيد الله، ولكن في العمل هي مفتاح قبولي في اي مكان اشتغل فيه. نعم، يعني أرد على حضرتك بسؤال، لماذا تعتبر اللغة الإنجليزية تعتبر هي وسيلة الشاب للوصول إلى منصب ما أو وظيفة ما؟ لأنها ببساطة لغة الذكاء الاصطناعي، لأنها لغة التكنولوجيا العامة، لأنها لغة القدرة على التحول ومعرفة ما يجوب أو يجول في العالم كله. لكن إذا استخدمنا نحن أو وظفنا وجهنا اللغة العربية، يعني وجدنا أدوات تحليل محتوى، صنعنا محتوى عربي جذاب. إحنا كل المحتويات الموجودة الجذابة كلها باللغة الإنجليزية ولغات أخرى. طبعا the most worldwide اللي هي أكثر انتشارا في العالم هي اللغة الإنجليزية. لكن يعني هنا صراحة أحيي الأتراك لأنهم يعني يحبون لغتهم معتزين بلغتهم ومعتزين بها جدا، حتى لا يتكلمون الإنجليزية لا هم يفضلون استخدام أو توظيف اللغة التركية. نحن يعني أولى بالمحافظة على لغتنا، لكن بشروط أن نوفر محتوى جذاب بلغة عربية أصيلة، أن يعني نوفر محتويات قصيرة وليس محتويات طويلة. المعروف أنه أننا يعني حين نريد أن نعبر نستخدم ألفاظ وعبارات ومنمقة، يعني يصعب أحيانا على القارئ فهمها أو سرعة استيعابها أن يكون لدينا أدوات ذكاء اصطناعي أيضا باللغة العربية موجهة للقارئ العربي. إذا استطعنا أيضا أن يعني نحرص على أن تكون اللغة العربية هي لغة المستقبل. يعني أنا عرفت هنقدر يا دكتورة في روسيا على فكرة هم أقروا اللغة العربية في مدارسهم. لماذا؟
وفي اعتقد في اوكرانيا وفي بعض الدول اقر، يعني انا قرات الخبر البارحه ان روسيا تعتمد اللغه العربيه وادخلتها المناهج. لماذا؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ من عرف لغه قوم امن شرهم. أيوة. هذه ناحيه، من ناحيه دينيه، من ناحيه سياسيه، لكن على الصعيد العام مجتمعي. والمجتمعي نحن نحتاج فعلا تعلم اللغات. ولماذا لا نتعلم اللغات حتى نستطيع أن نستقل معرفة؟ أصول المعرفة من عند العرب، والله كانت من عند العرب وليس من عند والعلماء أصولهم كلها عربية. وإذا كانت طبعا من فارس، بلاد فارس وكازاخستان ولكن الأصول والمعارف كانت مكتوبة باللغة العربية. ثم ترجمت في العصور الوسطى بعد حين بدأوا يترجمونها وينسبونها إلى أنفسهم. طب الأولى لنا نحن كأمة عربية أن نعتني بلغتنا ما استطعنا، وأن نوفر محتوى، أيضا نوفر المحتوى بالإضافة إلى التعاون مع المؤثرين اللي هم صناع المحتوى، التعاون معهم على أن ينتجوا لنا محتوى. احنا هنتكلم عن يعني الطرق اللي تخلينا فعلا نقلل من العربيزي، ويعني اهتمام الشباب الكبير بيه ازاي بدون صدام معاهم. ولكن قبل ما اتكلم عن هذه النقطة، هل في نتائج البحث الخاص بحضرتك في دراستك هل لاحظت اختلاف ما بين نمط استخدام العربيزي بين الفئات العمرية، المراهقين، الأكبر، الأصغر، وما بين الشباب وما بين البنات، ولا لا كله زي بعض؟ له بالتأكيد طبعا الخبرة الرقمية لدى الشباب حتكون أكثر بكثير من الخبرة الرقمية لدى الكبار السن. القدرة على التواصل والمواصلة بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لدى الشباب موجودة أكثر. لا نستطيع أن نفرق بين الذكور والإناث في استخدام وتوظيف هذه اللغة. فالمعروف أن الشباب عامة سواء ذكور أو إناث هم يستطيعون أن يوظفوا هذه اللغة بشكل أفضل بكثير من الناس الكبار في السن، لأن حتى الكبار في السن لا يجدون توظيف الذكاء الاصطناعي ولا يجدون توظيف مواقع التواصل. ممكن هي مجرد تصفح الصفحات الموجودة، حضور مشاهد من أفلام أو مسلسلات أو مواقع أو أخبار، هذه تقتصر على كبار السن. لكن الاستخدام المستمر يكون لدى الشباب بالفعل، ولا نستطيع أن نجزم إلا إذا كان هذا توظيف هذه اللغة أو العربيزي بشكل مستمر. كلما استخدموها أكثر كلما كان لديهم القدرة على توظيفها بشكل دائم حتى. لكن أرجع أو أعود وأؤكد أن لا يعني أننا لا نتقبل هذا النمط الهجين لأنه فرض علينا أو موجود، نتقبله بمجرد أو لفكرة التعدد الثقافي، ونتقبله لكن بحدود مشروطة. تمام. مازال معنا محاور كتير مهمة، مازال محتاجين نشوف التوصيات ودورنا ايه، ولكن ان شاء الله هنستمر مع حضرتك في حلقة اخرى. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة سامية اسماعيل سكيك، الخبيرة التربوية والمدير التنفيذي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكر موصول لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير. حقيقة بنختم الجزء الثاني من ملفنا حول اللغة العربية في العصر الرقمي. طرحت اليوم أسئلة عميقة مع ضيفتنا الفاضلة حول الدوافع النفسية واغتراب الهوية للأسف لدى أجيالنا الجديدة، وكشفنا الكثير من تفاصيل هذا التغيير. يبقى السؤال الأهم: ما العمل؟ وكيف نقود استراتيجيات رقمية بتحمي لغتنا العربية دون أن نتصادم مع واقع الشباب؟ إن شاء الله هنناقش هذا الأمر في حلقتنا الثالثة والأخيرة القادمة بإذن الله تعالى. بشكركم شكرا جزيلا، وانتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.